النهاردة بإذن الله الدرس الثالث بعنوان تطور الخريطة. طيب هيعرفني الأول الخرايط قديما زمان كانت عاملة إزاي وكانوا بيستخدموها ليه. تمام، ودلوقتي بقينا نستخدم إيه في تحديد المواقع أو الأماكن أو الاتجاهات، بقينا نستخدم إيه دلوقتي. تمام، يبقى هناخد قديما الأول وبعد كده نقول الحاجات دي اتطورت وبقت موجودة وبقى موجودة عندنا دلوقتي إيه. طيب، أول حاجة بيقول لي عند المصريين القدماء زمان. عند المصريين القدماء كانوا بيستخدموا المخططات والخرائط. وبعدين قال لي سؤال بما تفسر استخدام المصريين القدماء المخططات والخرائط، استخدموها ليه؟ اتفقنا قبل كده إن بما تفسر يعني ليه. يبقى معانا كشكول أو نوتة أو كراسة وبنسجل فيها الحاجات دي، اللي هو بما تفسر نروح عاملين معناها إيه؟ ليه أو لماذا. طيب، يبقى اما يجي لي سؤال ويقول لي ليه استخدموا المصريين القدماء المخططات والخرائط، هي بما تفسر استخدامها المصريين القدماء المخططات والخرائط. فنيجي نجاوب، قلنا الإجابة على بما تفسر هي ليه، بليه أو بسبب أو لأن، على حسب الإجابة اللي أنت هتجاوبها. هنا جاوب لي بحرف اللام اللي هو ليه وصف مسار نهر النيل ومواقع المناجم. علشان يعرفوا مسار نهر النيل، عشان يعرفوا الطريق بتاع نهر النيل هو جاي منين. نهر النيل بيجي من الجنوب وبيصب فوق خالص في الشمال في البحر المتوسط. يبقى نهر النيل جاي من الجنوب. هم عملوا الخريطة اللي قدامنا دي عشان يعرفوا مسار نهر النيل. طيب، وكمان مواقع المناجم. المناجم اللي هي الأماكن اللي بيستخرجوا منها المعادن، زي الحديد، النحاس، الفوسفات، الذهب، الفضة، الحاجات دي كلها. تمام كده؟ طيب، تمام. كمان رسموا الخرايط على ايه؟ على ورق البردي وجدران المعابد. يبقى هو كان عندهم نبات اسمه نبات البردي، بيعملوا منه الورق، صنعوا منه الورق. طيب، الخرايط دي رسموها على الورق اللي هم عملوه من نبات البردي. خلاص كده. طيب، كانوا بيرسموا على ايه كمان؟ على جدران المعابد. تمام، الصورة اللي قدامنا دي مكتوب ايه تحتها؟ اللي هي عنوانها خريطة معاد تصميمها لمنجم ذهب في مصر قديمة. يبقى علشان يعرفوا مكان المنجم ده عملوا له خريطة اللي هي قدامنا دي. خلاص. طيب، ده كان عند المصريين القدماء، الخريطة زمان أيام المصريين القدماء. طيب، عند العرب قال لي إن برع العلماء العرب في رسم الخرايط. كان عندنا برضو بعض العلماء العرب كانوا شاطرين جدا في رسم الخرايط. طيب، زي مين؟ بيقول لي من أشهرهم الإدريسي. زي مين الإدريسي؟ يبقى أحفظ الاسم ده كويس قوي. الإدريسي ده عالم من علماء العرب، ماشي، وهو كان بارع في رسم إيه؟ في رسم الخرائط. طيب، عمل إيه برضو؟ رسم لي خريطة للعالم. يبقى اما يجي سؤال ويقول لي دلل، واتفقنا ان دلل معناها اقول الدليل او اشرح او اوضح. طيب، دلل برع العلماء العرب في رسم الخرائط، هقول له مين؟ من اشهرهم الادريسي الذي رسم خريطة للعالم. يبقى الادريسي ده ايه؟ عالم من علماء العرب اللي برع في رسم الخرائط ورسم لي خريطة لايه؟ للعالم. طيب، مين تاني؟ قال لي مريم الاسطرلابي. مريم ايه؟ الاسطرلابي. اول ما اسمع اسم مريم الاسطرلابي اربطه على طول بعلم الفلك. اتفقنا برضو قبل كده ان علم الفلك هو العلم اللي هو خاص بايه؟ علم دراسة النجوم والكواكب والاجرام السماوية، الحاجات اللي هي الموجودة في السماء دي كلها. ده اسمه علم الفلك، هو اللي بيهتم بدراسة الحاجات دي. طيب، هنا مريم الاسطرلابي دي هي ايه؟ عالمة فلك. طيب، طلعت عالمة فلك زي مين؟ قال لي زي والدها، لان هي اتأثرت بوالدها جدا فطلعت زيه عالمة فلك. والدها كان عالم فلك برضه. طيب، ماشي. طب سموها مريم الاسطرلابي ليه؟ قال لي عشان هي اللي طورت الاسترلاب. طب طورت الاسترلاب، ايه هو الاسترلاب اصلا يا مس؟ الاسترلاب دوت، قال لي ان هو اداة كده، هي طورتها
مريم الصليبي طورت الآلة دي علشان تقدر تحدد بيها الاتجاهات والمواقع من خلال النجوم. طيب نقول الكلام ده تاني، هنقول إن مريم الإسطرلابي عاشت في القرن الرابع الهجري اللي هو العاشر الميلادي. طيب تفوقت في علم الفلك لتأثرها بمين؟ بوالدها عالم الفلك. طيب كانت مصرة على النجاح، فقامت باستخدام حسابات رياضية دقيقة لتطوير الاسترلاب. يبقى هنا هي كانت عايزة تنجح قوي، وكانت عايزة تخترع حاجة أو تطور من حاجة مهمة، تعمل حاجة مهمة جدا تفيدنا. فعملت إيه؟ طورت الاسترلاب الذي استخدم في تحديد اتجاه القبلة. يبقى اما يجي يقول لي الاسترلاب ده كان بيستخدم في ايه؟ هقول له في تحديد القبلة، من القبلة بتاعت الصلاة. طيب في أوقات الصلاة بنعرف منه أوقات الصلاة، بداية الشهور القمرية، عشان كده لقبت بإيه؟ بالاسترلابي زي ما أنا ما قلت لكم. طيب نيجي نقول الاسترلاب تاني، ما المقصود بالاسترلاب؟ يعني عرف الاسترلاب. ايه هو الاسترلاب؟ هقول له هو أداة فلكية قديمة. أداة فلكية قديمة. طيب استخدمت في ايه الأداة دي؟ استخدمت لتحديد الاتجاهات والمواقع من خلال النجوم. يبقى أنا كان عندي ايه زمان أيام المصريين القدماء؟ كانوا بيرسموا خرائط كده على ايه؟ على ورق البردي. بعد كده، وطبعا الخرائط دي علشان يحددوا الأماكن، يعرفوا مسار نهر النيل، يعرفوا مواقع، حاجات، مواقع لحاجات هم عايزين يعرفوها زي مواقع المناجم. طيب بعد كده جت مريم الإسطرلابي وعملت إيه؟ قالت لازم أخترع أو أطور من أداة تعرفنا الاتجاهات على طول، ماشي، وتحدد لي المواقع من خلال إيه؟ من خلال النجوم. طب ليه من خلال النجوم؟ إحنا قلنا برضو زمان، برضو أيام المصريين القدماء كانوا بيعرفوا الاتجاهات من خلال إيه؟ من خلال النجوم، من خلال الشمس، خدنا قبل كده زي نجم إيه؟ النجم القطبي الشمالي. تمام؟ فده كله تطوير للحاجات اللي هم كانوا عارفينها زمان أو بيعملوها زمان. طيب بيقول لي الحاجات اللي هي مريم الاسترويبي عملتها دي كانت حاجات مهمة جدا جدا وفادتنا كتير جدا. عشان كده هم أطلقوا اسمها على أحد الكويكبات اللي هم اكتشفوه. كويكب يعني عارفين الكواكب، هو تصغير كلمة كوكب كويكب اللي هو كوكب صغير يعني. هم لما اكتشفوا كويكب جديد سموه على في المايك بعد إذنه، سموا اسم الكويكب على اسم مين؟ مريم الاسترلاب. خلاص كده. طيب ده ممكن نكتب سؤال هنا بما تفسر، نكتب سؤال هنا كده بما تفسر. يقول لي أطلق أو تم تسمية أحد الكويكبات على اسم مين؟ مريم الاسترلابي. فأنتوا الإجابة هتقولوها إيه؟ لأنها طورت من الاسترلاب، أو إيه؟ أو أسهمت بإسهامات كبيرة في علم الفلك مثل الاسترلاب أو تطوير الاسترلاب. تمام كده؟ طيب ده بالنسبة للخرائط قديما. نيجي بقى للخرائط حديثا دلوقتي. دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخرائط. بصوا زمان قلنا كان عندنا المصريين القدماء بيعرفوا الاتجاهات والأماكن والمواقع والكلام ده كله من إيه؟ عرفوا الأول الاتجاهات من الشمس وبعدين النجوم، بعد كده الخرائط، بعد كده الاسترلاب. طب أنا لو ما عنديش ده كله أعمل إيه؟ قال لك دلوقتي كل حاجة بتلاقيها على الأجهزة الإلكترونية أو الموبايل. زي إيه؟ زي جهاز الجي بي إس اللي هو جهاز تحديد المواقع العالمي. اسمه ايه؟ الجي بي اس. ده برنامج بيكون موجود على الموبايل. لو انت عايز تروح مكان ومش عارف المكان ده فين، بتكتبه على الموقع الجي بي اس او بتبحث عنه على الجي بي اس، بيجيب لك المكان بالظبط وبتقدروا توصلوا للمكان ده. يا اما عن طريق ان انت تمشي بقى على رجليك، يا اما هتركب مواصلة عربية موتوسيكل اي حاجة. وبيقول لك كمان مش بس كده، ده بيقول لك كمان الوقت، هتاخد وقت قد ايه عشان توصل للمكان اللي انت ايه اللي انت رايحه.
يبقى الGPS ده اللي هو نظام تحديد المواقع هاقول له إن هو نظام بيعتمد على الأقمار الصناعية. إيه الأقمار الصناعية دي؟ اللي هو نفس الشكل اللي في الصورة دي كده، ده قمر صناعي بيلف حوالين الكرة الأرضية كلها، ممكن يصورها، يحدد مواقع، اتجاهات، يعني بيفيدنا في حاجات كتير جدا. يبقى القمر الصناعي اللي هو قدامنا ده اللي في الصورة بيلف حوالين الكرة الأرضية عشان يجيب لنا المعلومات اللي احنا عايزينها. طيب، هو نظام يعتمد على الأقمار الصناعية في إيه؟ في تحديد المواقع والاتجاهات. خلاص كده؟ طيب، هنا في معلومة بيقول لي لاحظ أن يعد الGPS هو التطور الحديث لأدوات تحديد المواقع القديمة مثل الاسترلاب. في سؤال هنا مهم جدا بيجي ويقول لي ما العلاقة بين الGPS والاسترلاب؟ فاحنا هنقول له ان الGPS ده هو ايه؟ التطور الحديث للادوات تحديد المواقع القديمه مثل الاسترلاب. يعني هو زيه بالظبط، الاسترلاب بيحدد لي المواقع والاتجاهات، برضو عندي هنا ايه؟ الGPS بيعمل كده بس بصوره حديثه بقى. يعني احنا على طول عندنا الحاجات اللي موجوده عندنا على طول بتبقى في ايه؟ في تطور، بنبحث عن الحاجات الاسهل. يعني دلوقتي هو موجود، الGPS دلوقتي موجود معايا على الموبايل، وفي ثانية ممكن أعرف معلش، الاتجاهات أو المواقع اللي أنا عايزها، وفي ثانية بجيبها من على الموبايل. ده الأحسن ولا إن أنا يكون مثلا أبحث عن خريطة، أو إن أنا أشوف على الخريطة، أجيب استرلاب، أشوف الحاجات دي كلها؟ لا، الأسهل إن أنا يكون معايا برنامج على الموبايل، صح؟ أسرع وأدق كمان. هنا جايب لك صورة للGPS، برنامج الGPS لو فتحتوه على الموبايل عندكم هتلاقوه بنفس الشكل ده بالظبط. الحصة الجاية بإذن الله هوريكم البرنامج وافتحه معاكم لأن هو اتمسح من عندي. لو فتحتوه على الموبايل هيجيب لكم الشكل ده كده. هنا بيقول إيه؟ ما المكان الذي يحاول زميلك الوصول إليه؟ بصوا العلامة دي كده، بصوا معايا على الشاشة، العلامة دي كده يبقى ده الموقع أو الهدف اللي هو عايز يروحه، اللي هو مدرسة مصطفى كمال حلمي. هو عايز يروح المكان ده، عايز يروح المدرسة دي. طيب هو مكانه فين أصلا؟ مكانه هنا، المكان هنا، هنا ده مكتوب كايرو، كايرو ستيفال سيتي، ده مكانه. هو عايز يروح فين؟ يروح المدرسة مصطفى كمال حلمي. طيب، يبقى ده المكان الذي يحاول زميلك الوصول إليه. تمام. ما الوقت الذي يحتاج زميلك للوصول إلى وجهته سيرا على الأقدام؟ الوقت اللي هيروحوا للمكان ده مشي، يعني هيمشي على رجليه. بص هنا كده الشكل ده كده بيقول لك لو انت هتمشي هتاخد ساعة وثلاث دقايق. هو عامل صورة اهو، صورة ولد ان هو ماشي يعني على رجليه، فهياخد ايه وقت قد ايه؟ ساعة وثلاث دقايق. ماشي. لكن هنا اتوبيس، شكل اتوبيس، يبقى بالاتوبيس هياخد 37 دقيقة، بالموتوسيكل 9 دقايق، بالعربية 9 دقايق. تمام. اكتب أحد المعالم التي تظهر خلال رحلة زميلك. المعالم يعني الحاجات اللي هتقابلك في الطريق وتشوفها وانت ماشي. تمام. سواء كانت مثلا ايه، دون القطامية دي أو مدينة الواحة، أي حاجة هتقابلك في الطريق دي المعالم يعني، أو مسجد مثلا، محل، دي بيقولوا عليها المعالم. دي برضو نفس الموضوع. خلاص، يبقى ده الشكل اللي لو انت فتحت الGPS معاك على الموبايل هيظهر لك نفس الشكل ده. طيب احنا بنبحث فين اصلا؟ احنا ما عرفناش احنا بنبحث فين. بيجي لي فوق مكان اكتب فيه الايه الموقع او المكان اللي انا هبحث عنه، فوق خالص. وزي ما قلت لكم العلامة دي كده اللي هي ايه؟ ده الموقع او المكان اللي انت هتروح، مدرسة مصطفى كمال حلمي الابتدائية. تمام.
باختاره طبعًا وبيظهر لي على الشاشة قدّامي. لو حد سألني دلوقتي وقال لي هو إحنا بنرسم الخريطة إزاي؟ لو عايز مثلًا أرسم خريطة لمكان معين، لازم أصوّر المكان ده الأول علشان إيه، أرسم له خريطة، صح كده؟ طيب، طب أنا عندي نوعين من الصور، يا إما صور جوية، يا إما صور إيه، فضائية. الصور الجوية والصور الفضائية عبارة عن إيه، لقطة أو صورة، لقطة أو إيه، أو صورة. زي ما أنت مثلًا بتاخد صورة كده بموبايلك، برضه هي دي نفس الموضوع، بس دي عن طريق إيه ودي عن طريق إيه هنعرف دلوقتي. الصور الجوية من اسمها كده إن هي إيه، في حاجة بتطير في الجو فهتاخد لي الصورة، عشان كده قُلنا عليها صور جوية، يبقى عن طريق إيه، الطائرات، يبقى يتم التقاطها من الجو بواسطة الطائرات. زي ما قُلنا إن هي لقطة، فباقول يتم التقاطها، خلاص؟ لقطة أو صورة يتم التقاطها من الجو بواسطة إيه، الطائرات، دي مين، الصور الجوية. طيب تمام، تعالوا للصور الفضائية كده، تعريفها إيه، يتم التقاطها من الفضاء خارج الكرة الأرضية. زي ما قُلنا إن الجهاز اللي هو إيه، القمر الصناعي ده هو اللي بيلتقط الصورة، عشان كده قُلت يتم التقاطها من إيه، من الفضاء، بيبقى خارج الكرة الأرضية وبيصوّر لي إيه، الكرة الأرضية، يبقى يتم التقاطها من الفضاء خارج الكرة الأرضية بواسطة إيه، الأقمار الصناعية اللي إحنا شُفنا صورتها فوق. طيب ده كان التعريف، تعريف الصور الجوية والصور الفضائية. نيجي للخصائص. الخصائص للصور الجوية بيقول لي تغطي مساحة محدودة من سطح الأرض. يعني إيه؟ يعني مثلًا لو أنا عايزة أصوّر قرية مثلًا أو أصوّر جزء من الأرض، أصوّره بإيه؟ أصوّره بالطيارة. طيب تمام، إيه تاني؟ الجزء ده هيبقى واضح زي الصورة اللي قدّامكم دي، الجزء ده هيبقى واضح كده، هيبقى باين فيه البيوت وباين فيه الشوارع وباين الشجر، يعني واضح زي ما إحنا شايفينه، صح كده؟ طيب أمّا بالنسبة للصور الفضائية، عشان القمر الصناعي بيبقى خارج الكرة الأرضية خالص وبيصور لي أجزاء منه، فأنا مش هابقى شايف بوضوح زي إيه، زي الصور الجوية، مش هيبقى باين لي هنا لا شوارع ولا أشجار ولا مباني ولا أي حاجة، لأ، هيبقى ظاهر زي ما أنتم شايفين كده، يعني مثلًا بحار، اليابس، هيبقى ظاهر لي القارات اللي هي الأرض يعني، وفين البحار والمحيطات والحاجات دي بس، لكن مش هيجيب لي معالم، مش هيجيب لي طرق، مش هيجيب لي مباني، مش هيجيب لي الحاجات دي. خلاص، يبقى مين الأكثر وضوحًا، الصور الجوية والّا الصور الفضائية؟ الجوية. الجوية طبعًا. الجوية. عارفين زي إيه؟ عارفين زي إيه؟ هاقول لكم مثال، عارفين لمّا يكون مثلًا بس عندنا نهر قاطع، نعم؟ تعمليها أنا مش سامعة. في البرج. أعمل لكم في البورد، أعمل إيه في البورد؟ الأسئلة. تمام، نخلّص بس الدرس، هنحل أسئلة بس نخلّص الدرس. يبقى كده الصور الجوية تغطي مساحة محدودة من سطح الأرض، أما بالنسبة للصور الفضائية بتغطي مساحات أوسع من الصور الجوية. طيب كنت هاقول لكم مثال على إن مثلًا لو النور قطع عندنا مثلًا وأنا عايزة أذاكر، فقدامي الكتاب ومعايا كشاف، فلو قرّبت الكشاف أوي من الكتاب هتلاقوا الكتاب إيه، واضح والكلام اللي فيه واضح أوي. طيب لو رفعت الكشاف شوية هالاقي الإيه، الكلام كإنه إيه، صغير كده بيصغر أو مش واضح أوي. كل ما هارفع الكشاف كل ما هالاقي الإيه، وضوح الكتاب بيقل، صح كده؟ هو ده بالنسبة برضه للصور الجوية زيها بالضبط وزي الصور الفضائية. الصور الجوية دي على مسافة قصيرة مش بعيدة أوي، الطيارة ما بتكونش بعيدة أوي، فبتجيب لي الصورة إيه، واضحة. أمّا بالنسبة للصور الفضائية
دي القمر الصناعي هو اللي بياخدها وبيكون بعيد خالص، يعني بره الكرة الأرضية، عشان كده بتبقى الصورة ايه، بعيدة مهاش واضحة. تمام. تمام يا مس.